السلام عليكم ورحمة الله. طلبنا من المتابعين إنهم يعملوا لنا أفضل مونتاج يقدروا عليه. تفتكر هل فعلا قدر حد إنه يعمل شيء جدير بالذكر ولا كلهم فشلوا؟ دي سلسلة تحديات المتابعين، وده التحدي الأول للمتابعين عشان نشوف مهاراتهم. هل فعلا لازم نعمل لهم تحديات وسلسلة كاملة ولا الموضوع مش مستاهل؟ بإذن الله هتعرف الجواب كمان شوية. وبالفعل عملنا أول تحدي بعنوان أفضل فيديو كمونتاج، ولكن تحدي المتابعين كان فيه شوية شروط بسيطة: عدم وضع موسيقى أو أي شيء من المحرمات، والتسليم في ميعاد محدد متفق عليه. وأكيد سألت نفسك، طب إحنا هنقيم الفيديوهات بناء على إيه؟ التقييم هيكون مننا ومن المتابعين نفسهم، وهو كالتالي: القطات، وهي لازم تكون مظبوطة وجاية في المكان الصحيح، يعني ما تعملش قط بشكل عشوائي. والصوت اللي هو طبعا صوت الفيديو، والساوند افكت اللي هي المؤثرات الصوتية، والانتقالات واللي هي الترانزيشنز، واخيرا الجرافات. وطبعا زي ما انتم عارفين ان دي حاجات تقدر تنقل اي فيديو من عادي لجامد. وقبل ما نكمل ما ننساش نصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ونترككم مع مهارات المتابعين، وخلينا نشوف عملوا ايه في الفيديو النهارده. لو انت بتبدأ تجارة إلكترونية في الخليج، ايه أفضل منصة تبدأ عليها؟ نصيحتي ليك ابعد عن سناب شات. هتقولي ليه؟ سناب شات غالية جدا، المنافسة عليها ضخمة جدا، سياساتها قاسية جدا على المعلنين، انت ممكن في أي لحظة يطيروك على طول وبدون أي سبب وبدون أي إنذار، ومش هتقدر تتكلم وحلني بقى عقبال ما ترجع الحساب. طيب ايه الحل اللي أبدأ بيه؟ أنصحك تبدأ بتيك توك. تيك توك أرخص، بتحقق انتشار أكبر وبتحقق نتائج أفضل. بعد كده تقدر ان انت تتوسع تروح على سناب شات، ومعاك برضو الانستجرام. ما تنساش برضو تقول لي رأيك وتجربتك في الكومنت، هشوف كل الكومنتات. كان معاكم محمد باشا. لو مهتم تعرف اكتر عن التجارة الإلكترونية اعمل لايك وفولو. خلي الناس هي تقول تعقيباتها. عيد الفيديو 2/10 بدون تدقيق. لا بالراحة يا جدعان، بالراحة، يعني احنا داخلين بنساعد بعض، ها، مش بنتنمر على بعض. يا لا، لو حد وحش بالراحة، ماشي 2.5. نقول التعليقات كده لا، ايه؟ 3 ونص. ده 5/10. لا لا لا، حرام يا جدعان. لو انت بتبدأ تجارة إلكترونية في الخليج، ايه افضل منصة تبدأ عليها؟ نصيحتي ليك ابعد عن سناب شات. هتقولي ليه؟ سناب شات غالية جدا، المنافسة عليها ضخمة جدا، سياساتها قاسية جدا على المعلنين، انت ممكن في اي لحظة يطيروك على طول وبدون اي سبب وبدون اي انذار، ومش هتقدر تتكلم وحلني بقى عقبال ما ترجع الحساب. طيب ايه الحل اللي ابدا بيه؟ انصحك تبدا بتيك توك. تيك توك ارخص، بتحقق انتشار اكبر وبتحقق نتائج افضل. بعد كده تقدر ان انت تتوسع تروح على سناب شات، ومعاك برضو الانستجرام. ما تنساش برضو تقول لي رايك وتجربتك في الكومنت، هشوف كل الكومنتات. كان معاكم محمد باشا. لو مهتم تعرف اكتر ايوه محمد ايوه، باشا، لو مهتم تعرف اكتر عن طبعا. التجاره الالكترونيه اعمل لايك وفولو. طيب ده مين اسمه؟ يا اسطى فارس صلاح مين؟ لو انت بتبدأ تجارة إلكترونية في الخليج، ايه افضل منصة تبدأ عليها؟ نصيحتي ليك ابعد عن سناب شات. هتقولي ليه؟ سناب شات غالية جدا، المنافسة عليها ضخمة جدا، سياساتها قاسية جدا على المعلنين، انت ممكن في اي لحظة يطيروك على طول وبدون اي سبب وبدون اي انذار، ومش هتقدر تتكلم وحلني بقى عقبال ما ترجع الحساب. طيب ايه الحل اللي ابدأ بيه؟ انصحك تبدأ بتيك توك. تيك توك ارخص، بتحقق انتشار اكبر وبتحقق نتائج افضل. بعد كده تقدر ان انت تتوسع تروح على سناب شات، ومعاك برضو الانستجرام. ما تنساش برضو تقول لي رايك وتجربتك في الكومنت، هشوف كل الكومنتات. كان معاكم محمد باشا. لو مهتم تعرف اكتر عن التجاره الالكترونيه اعمل لايك وفولو. لو انت بتبدأ تجارة إلكترونية في الخليج، ايه افضل منصة تبدأ عليها؟ نصيحتي ليك ابعد عن سناب شات. هتقولي ليه؟ سناب شات غالية جدا، المنافسة عليها ضخمة جدا، سياساتها قاسية جدا على المعلنين، انت ممكن في اي لحظة يطيروك على طول وبدون اي سبب وبدون اي انذار، ومش هتقدر تتكلم وحلني بقى عقبال ما ترجع الحساب. طيب ايه الحل اللي ابدا بيه؟ انصحك تبدا بتيك توك. تيك توك ارخص، بتحقق انتشار اكبر وبتحقق نتائج افضل. بعد كده تقدر ان انت تتوسع تروح على سناب شات، ومعاك برضو الانستجرام. ما تنساش برضو تقول لي رايك وتجربتك في الكومنت، هشوف كل الكومنتات. كان معاكم محمد باشا. لو مهتم تعرف اكتر عن التجاره الالكترونيه اعمل لايك وفولو. كده ككل هو بصريا هو مريح، بس هو مريح فعلا، مفيش الصوت. مؤثرات صوتية. اه.
الستايل حلو. نفس ستايل المهيل برضه. خلاص تمام، ننتقل كده بقى للعضو اللي بعده. لو انت بتبدأ تجارة إلكترونية في الخليج، ايه افضل منصة تبدأ عليها؟ نصيحتي ليك ابعد عن سناب شات. هتقول لي ليه؟ سناب شات غالية جدا، المنافسة عليها ضخمة جدا، سياساتها قاسية جدا على المعلنين، انت ممكن في اي لحظة يطيروك على طول وبدون اي سبب. يا اسطى في دف في الخلفية يا اسطى، ليه كده كده؟ ماشي عادي، ما عشان كده بقول لك سايب واحد بس على الدف. هو الدوف. لو انت بتبدأ تجارة إلكترونية في الخليج، ايه افضل منصة تبدأ عليها؟ نصيحتي ليك ابعد عن سناب شات. هتقول لي ليه؟ سناب شات غالية جدا، المنافسة عليها ضخمة جدا، سياساتها قاسية جدا على المعلنين، انت ممكن في اي لحظة يطيروك على طول وبدون اي سبب وبدون اي انذار، ومش هتقدر تتكلم، وحلني بقى عقبال ما ترجع الحساب. اوبا 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 اوبا. اخيرا حلو، جميل. يا حلاوه. حلو. لا مين يا جدعان اللي بعده؟ كده فاضل مين؟ هو كده تقريبا مش فاضل غير اخر واحد تقريبا. اخر واحد وائل عبد العزيز. عذرا الملف الذي كده GG. مفيش حد تاني. ماشي لا يبقى يلا كده بقى نشوف التقييمان. احلى يا ابني آلة حاسبة. تعالى يا ابن الحاسبة سايت رياض. 8 زائد 3 زائد 7 زائد 5 زائد 4. من سيكون الفائز؟ سنعود بعد قليل. تعقدت ليه طيب؟ ماشي. يا اسطى محمد جمال عاقبني يا اسطى. 8 زائد 6 ليه؟ ايوه يا اسطى رايح يكتب فاضل 10 دقايق على الفعاليه وهو فاضل ساعه ونص. انا مش مسامح وربنا ما مسامح ده؟ اللي على العقاب اللي انا اخدته ده يا محمد جمال. انا همسكها لك دي. طيب وكده الفائزين معانا في المركز الأول هو هيثم، والمركز الثاني كيت كات، لا بهزر، كيت طبعا، والمركز الثالث وهو ميدوريا. ولو وصلت لحد هنا نتمنى يكون الفيديو عجبك، واكتب لنا في التعليقات هل في فكرة تحدي حلوة للمتابعين ننفذها، وبإذن الله أحسن تعليق هنحاول ننفذ فكرته. وما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش اللايك والشير والاشتراك.